ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بما اننا بقى في موسم المانجا وكله عمل كنافه بالمانجا، لا انا النهارده عملت حاجه مختلفه. عملنا صينيه كيكه بالمانجا والله، وفعلا طلعت رهيبه. بصوا شكلها جميله جدا. اهم حاجه تمشوا بالمقادير مظبوط. انا اول حاجه ولعت الفرن قبل ما ابدا في اي حاجه على درجه حراره 200. اول حاجه هنضيف البيض، وهنضرب البيض لوحده علشان يعمل معانا فوم. وبعد ما نضرب البيض هنضيف السكر والفانيليا. طالما حطينا البيض نحط وراه الفانيليا على طول عشان الزفاره اهو، لما لونه يبيض معانا كده خالص. وادي السكر، وهنحط تلات باكيتات فانيليا. برضه هنضربهم كويس لغايه ما احس ان السكر داب معايا خالص، مفيش اي حبيبات من السكر. وانا عامله مقادير على القالب اللي هو مقاس 24. هنضربهم كده بصوا لغايه ما اللون يبيض معايا برضو كده. بعد كده انا عندي هنا نص كوبايه زيت وعليهم معلقتين سمنه بلدي. مفيش سمنه بلدي مش متوفره، اي سمنه عندك تستعمليها. وكوبايه لبن. وبرضو هنضربهم تاني مع بعض. وهنحط معلقه خل. الخل ده بيرفع معاكي الكيكه وبيخليها هشه وجميله وطريه. بعد كده انا حاطه مجين ونص بالظبط دقيق، ونخلتهم بالمصفى مرتين. حط عليهم ذره ملح وكيس كيك شيف على بعضيه كله. بصراحه كيك شيف جميل جدا في الكيكه. اهم حاجه تنخلي الدقيق عشان لو في اي حاجه، ولما بتنخلي الدقيق مرتين برضو بيخلي الكيكه هشه معاكي وطريه. هنضيف بقى الدقيق كده بالتدريج، ذره ملح على الدقيق والكيس كيك شيف. نحط المواد الجافه مع بعضيها، بس مش هنشغل المضرب بقى لما نحط الدقيق، لا هنعمله كده بس بايدينا عشان الدقيق ما يطلعش بره. ولما تيجي تدخليها الفرن عندك تخلي درجه حرارتها على 180. انا عندي القالب بتاعي حطيت له سمنه وعفرته كده برشه دقيق عشان الكيكه ما تلزقش فيه. هنضرب بقى الدقيق كده واحده واحده من غير ما نشغل المضرب. جربوا والله الكيكه دي جميله، وعملنا لها صوص مانجا، بس للاسف الفيديو بتاع المانجا ما تصورش. هي مانجايه عصرتها في الخلاط وحطيت عليها كوبايه ميه وحطيتها على البوتاجاز، وبعد كده حطيت معاها ربع كوبايه سكر ومعلقتين نشا ودوبتهم في شويه ميه تاني صغيرين، وتحطيهم على نار هاديه وتفضلي تقلبي فيهم لما الصوص بتاع المانجا يتقل معاكي وتسيبيه يبرد. وبرده لما تطلعي الكيكه ما تحطيش صوص المانجا والكيكه سخنه، سيبي المانجا تبرد والصوص يبرد وبعد كده حطيها. احنا بقى قلنا نغير بقى، بدل ما كله بيعمل الكنافه بالمانجا، لا احنا قلنا نعمل كيكه بالكنافه والله. وفعلا انا اول مره اعملها وطلعت تحفه جدا. انا حاطه للقالب بتاعي دهنه سمنه ومعلقه دقيق. اهم حاجه تعملي القالب كله معلقه السمنه عشان ما فيش حاجه تلزق منك، عشان لما تيجي تطلعيها هتطلع معاكي بكل سهوله. هندخلها الفرن، ما نفتحش عليها خالص غير بعد نص ساعه و10 دقايق، يعني ساعه الا تلت. ولما ريحتها تطلع هنا اهو، بصي اتقلبت بكل سهوله، ولا مسكت في القالب ولا اي حاجه. بحاجه بسيطه كده، معلقه او سكينه هنشيل الدقيق ده مكان الدقيق اللي كان في القالب، هنشيله كده بالراحه ونبتدي نضيف عليها صوص المانجا. بصوا فوق وتحت، والتسويه بتاعتها جميله. اهم حاجه تظبطي الفرن بتاعك. وادي صوص المانجا اهو بعد ما برد والكيكه بردت. واتمنى تقولوا لي رايكم، ويا رب اكون ان انا فيديوهاتي بتعجبكم. والف هنا يا حبايبي.